لو مش بتعمل ال5 حاجات اللي الحاج ريكو قالك عليهم، عمرك في حياتك ما هتعيش قصة حب عدلة. ديفيد ريكو الكاتب والثيرابيست عمل 5 مفاهيم لازم أي حد يمشي عليهم لو فعلا عايز تعيش قصة حب صح، وكل واحدة منهم بتبدأ بحرف ال A. attention. الاتنشن او الانتباه معناه انك تكون مركز مع الشخص اللي انت بتحبه، واخد بالك من التفاصيل الصغيره في حياته، مش مجرد تساله عامل ايه وخلاص. يعني مثلا تساله عملت ايه في الميتنج بتاع النهارده، عملت ايه مع صاحبتك لما قابلتيها. ده اسمه اهتمام حقيقي. acceptance، وده معناه انك تقبل الشخص اللي قدامك زي ما هو، بعيوبه، بالبلاوي اللي عملها زمان في حياته، بشخصيته القديمه والجديده، وانك ما تطلبش منه يبقى شخص تاني عشان تحبه. appreciation، انك تقدر اللي بيعمله مهما كان بسيط، وتشكره وتشجعه، وتفرح باي تصرف ايجابي عمله. يعني مثلا تقول له شكرا انك اهتميت، شكرا انك سألت، شكرا انك بتخاف عليا. affection دي معناها العاطفة، سواء كانت حضن، لمسة، طبطبة، بوسة، أو حتى كلمة حلوة وقت التعب. حاجات صغيرة بس بتغير اليوم كله. allowing، إنك تسمح للشخص إنه يكون على طبيعته، تسيبه يحلم، يقرر، يغلط، يتعلم، من غير ما تحكم عليه أو تتحكم في حريته أو تتحكم فيه. كل دي حاجات بتأدي إن يبقى فيه ثقة بين الاتنين، وده كله بيسمح إنك تعيش علاقة حب صحية تقدر تكون فيها على راحتك وعلى طبيعتك. ايه اصعب حاجة من دول بالنسبة لك؟ وقول لي بقى هتبعت الفيديو ده لمين؟